السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة ان شاء الله. كما راكم تشوفوا خواتاتي، اليوم راني رجعت معاكم بوصفة السابلي على طريقتي، الوصفة الأصلية الكلاسيكية نتاع السابلي المعروفة في قديم الزمان، يعني بلا زيت، بلا مايزينا، بلا نشا، بلا خمارة تاع الحلويات، يعني الوصفة الكلاسيكية الأصلية نتاع الصابلي. شكون اللي ما يحبش الصابلي؟ هذا لو كان ما يكونش حاضر في العيد ما كان بدنا ما كان شان. المهم كما راكم تشوفوا على عينيكم، صدقوني يجي اكثر من رائع، يجي خوستيون، يجي شو نقول لكم، يعني صابلي بحق وحقيقي، ماشي هذاك الصابلي اللي كيديروا له المعجون يطرى يولي حالته حاله. قبل ما نبداو الفيديو نطلب منكم خواتاتي ما تنساونيش في اللايك سيل فو بلاي، كم هذه صافي لونطون ما درت دي فيديو قريب 8 شهور وي موا. بزاف اللي ما مش وصلهم النوتيفيكاسيون، الاشعار، ديزابونيو عاود ابونيو باش يوصلكم كامل الجديد نتاعي. نبداو بسم الله على بركه الله. باردون. عندنا كما راكم تشوفوني درت رشه تاع ملح، وعندنا 250 غرام زبده. الزبده ماشي تكون طريه بزاف، تكون شويه، تكوني مخرجتها واحد الساعه من الفريجيدير، ماشي تكون زعما طريه حتى اللي ما باغيه تذوب. باش ينجح لكم الصابلي لازم الزبده تكون بارده شويه. نزيدوا معها 125 غرام سكر حبيبات، ماشي سكر غلاس. اللي يبغي الصابلي نتاعو يجي مقرمش ما يديرلوش سكر غلاس. فوالا كاينين بزاف الوصفات تاع الصابلي، بصح هذه راني نقول لكم الاصليه الكلاسيكيه. نطربوه مليح بالباطيغ، لازم يطرب مليح باش يذوب هذاك السكر كما راكم تشوفوا. ونزيدوا حبه تاع البيض كامله وصفار. هنا ملاحظه، اللي تكون عندها البيض كبير، البيضه نتاعها كبيره دير غير حبه، انا هادو صغار كو فاهمين هكا باش ما تحصلوش في لافارين. زدت عطر الليمون، ولادي ما يحبوش قشور الليمون، ما يحبوش يشوفوهم كما راكم تشوفوا. ونزيد نطرب مليح مليح، انا راني غير مسرعه الفيديو برك. ونهبط لي كوتي، نهبط الجنيبات هذوك باش يطرب مليح مليح الخليط نتاعي حتى اللي اللون نتاعو يتبدل كما راكم تشوفوا، يولي كومين موس. فوالا واللون يتبدل تماما، ما يبقاش صفر، يولي شويه بيض. ضربوا مليح مليح، عادة من بعد نعاودو نهبطو. شوفوا على عينيكم كيش تولي الزبدة مع السكر، يعني دابت تري بيان. هذا هو اللون الحقيقي. كان عندي نقص في الضوء، كي درت الضوء نيشان بان لكم باللي بيض. شوفوا هنايا غادي نعبر معكم رطل الفارينة بالغرفية شحال، 2 غرافي معمرين مليح باش تكونوا عارفين اللي ما عندهمش الميزان هواسم. شوفوا 2 غرافي نتاع الحريرة معمرين مليح تاع الفارينة، هذه غير الاولى ما عمرتهاش مليح، مقبقبين يعني شويه مقبقبين، مع نص غرفيه تاع السكر، مع غرفيه نتاع الزبده ماشي دايبه كما شفتوا مقطعه ياك، يعني 250 غرام زبده. قاعده ديوها الفارينه كي تكون 500 غرام، الزبده نصها والسكر الربع. فوالا كيما باش تكونوا عارفين، يعني الربع تاع السكر في 500 غرام تاع الفارينة، والنص تاع الزبدة في 500 غرام تاع فارينة. هالا قاعدة هذه امشيو عليها. كما شفتوا ما درت خمارة تاع كاطو، ما درت مايزينا، ما والو. هذه هي الوصفة الأصلية. انا ما كي شفتوني ما عجنتوش، ما لازمش نعجن الصابلي، يتلم مليح مليح وخلاص. لازم الزبده هذيك ما تذوبش في يدك، ولازم يريح على الاقل، يريح معك واحد الساعتين. انا درتو بابي كريسون وحطيته في الثلاجه وكي ريح كما راكم تشوفوا راني جبت نقسم بالمغسو بالقرده ونرد هذاك الباقي في الثلاجه، ما نحطوش قدامي ينحل يبقى يطرى بزاف ويعذبني من بعد. ردوه في الثلاجة وخدموا بشوية عليكم. جيبوا كيس ولا اي حاجة ولا بابي كويسون وحلوا
بين فيه فوالا كيما اللي درت انا. وهنايا ما تطبعوهش، ما ديروه ني رقيق ني خشين، موين كيما راكم تشوفوا. انا اختاريت هاد الطابع، وانتم اختاروا اللي حبيتوا. فوالا كيما راكم تشوفوا. والصابلي كذلك كي تكونوا تطبعوا ما تهزوش يديكم، الطبعي ضغطي عليه وخلاص. هذيك الحركه اللي تهزوا يديكم وتديو تجيبوا راكو تعوجوه وكي تحطوه باش يطيب يخرج مكمش حالته حاله محوج. واش نقولك. وهنايا كي ديروا البلاستيك ولا ديروا بابي كويسون يجيكم ساهل في الرفده. عندكم هنا ما تلعبوش بريسانكم، تقولوش نديرو ديريكت نورقو، راه هذا كلاسيكي هذا، يعني في الزبده فهموا. عاوني روحك بخدمي بسكين ولا فوالا ديري كيما راكي تشوفي تخرج لك الوصفه مليحه. كيما راكم تشوفوا هذوك اللي شوت فوالا هذوك البقايا هذوك نعاود نلمهم ونحطهم يعاودوا يبردوا. عاد راني قدامكم جبت المورسو الثاني وراني قصيت وعاود نردو للثلاجه. لازم هاد العفسه لازم منها باش ما يعذبكمش وما يتكسر لكمش، وكي تطبعوه يبقى لا فورم نتاعو هي فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا هو الصابلي العجينه نتاعه ما لازمش تنعجم بزاف ولا تبقاو تبعبزوا بها بزاف هكا ولمو. وانيش عارف هذوك اللي شوت لازم يوليو للثلاجه ويريحوا شويه عاد باش تعاود تولوا تخدموا بهم. فوالا راه وصفه سهله وما فيهاش بزاف تاع التبعكيك، هي غير دي زاستيس تبعوهم يخرج لكم روعه. وهذاك اللي نديروه بالمعجون هذا ما لازملوش النشا وما لازملوش الزيت. علاش كنديري له النشا ولا الزيت ولا السكر غلاسي لو سكر غلاس يطرى ما يقعدش معك مده طويله مقرمش. هذا يقعد معك مده طويله مقرمش. فوالا ان شاء الله نتقاسم معكم الصابلي تاع اللي بالزيت ولا اللي بالماء تاعنا كيجيو شابين. مي كي يطلعوا بلا بالشوكولا ولا ديري اون كريم بيناتهم ولا في الوسط كيفاش تبلعي بصح هذا الكلاسيكي والله لا يقعد يقبض لك بزاف يقعد مقرمش. فوالا كما راكم تشوفوا راني نوري لكم انا كيفاش راني نخدم باش تسهلوا على رواحكم. ديروا المبلع في صينيه، لي بياس مبلعين في صينيه واللي متقوبين في صينيه، لخاطرش مده الطهي ماشي كيف باش تكونوا عارفين هذوك اللي متقوبين راهم يعني ما يديوش بزاف تاع الطياب، ما يديوش الوقت بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا عاود راني نوري لكم ونأكد لكم باللي ردوا هذا العجين توجور يقعد في الثلاجه كي تكونوا تخدموا بالعجينه اللي رفدتوها. فوالا راه يسهل لكم الحكايه على ما. وانا نحب نخدم بالزبده هذه لابيل منتوج بلادي، لخاطرش زمان كي كنت في البلاد كانت غير هي الدور، ما كانت لا اوبتيلا ولا مش عارف لي مارك اللي راهم يدوروا دروك مانيش عارفه هذه اوبتيلا لا ماركه تاع زبده ولا لا. ليسونسيال انا عندي معها لي سوفونير بزاف لابيل. فوالا كان كامل الحلويات لي غاتو كانوا بها كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا وقبل ما ننسى البنات الله يحفظكم اللايك والبارتاج، عاونوني راني غبت عن اليوتيوب مده طويله، واليوتيوب كيما تغيبي عليه ما يبقاش يطلع لي فيديو تاعك لا نوتيفيكاسيون الاشعارات ما يوصلوش لي زابوني. يعني اللي تشوف الفيديو نتاعي وما يكون ما وصلهاش الاشعار ديزابوني قلعي الاشتراك وعاود اشتركي باش يوصلوك الاشعارات باش تشوفي الفيديوهات الجديده ان شاء الله. المهم كما راكم تشوفوا راه ساهل ماهل ويعني ما فيهش بزاف تخربيق. وكما ما نحبش ندير له انا الخماره باش ما يتبدليش ما يتغنفلاليش. فوالا ما يتغنفلاليش ويخمر لي يولي الحبه فيها كيلو. ها هو هذا
رانا كملنا الثانيه الاولى، ودروك وليت نكمل في المثقوب، ودرت هاد المول اللي عجبني نتاع لاكوت، نقولوا لها الدمعه. فوالا يجي اكثر من رائع كذلك. شوفوا هاد الوصفه الكلاسيكيه نتاع السابلي تقعد لك حتى شهر، تقعد هي واللي دير كميه كبيره ما تديريلوش المعجون كامل لا كونتيتي، ديري لها المعجون، خليه هكاك ناشف كي يكمل لك اللي تكوني دايراته. ديري ديكوري اللي يكون عندك مخبي، ديروه في علبه محكمه الغلق يعني مليحه ما يدخلهاش الهواء، وديروا بابي كويسون، غلفوه بابي كويسون ما يصرالو والو، يقعد مقرمش. هاني نقول لكم كيما راكم تشوفوا على عينيكم، هاو شوفوا كيفاش راني طيبته. كاين شي حبات انايا هذوك اللي تاع الدمعه فاتولي شويه، سهيت عليهم السنيه التاليه سهيت عليها شويه، غير ربي يستر ما كانت الحرق. انا راني ديكوريت بالشوكولا، عمرت الشوكولا، ذوبت الشوكولا درت لها شويه تاع الزيت، وديكوريت هذوك الخطوط عشوائيين نورمال عادي ماشي كومبليكي. فوالا ودرت سوبودريت هادو هما اللي فاتولي في الطياب. فوالا هادو اللي فاتولي في الطياب راني دبرت عليهم هكذا، درتهم في شويه في المعجون، غطيتهم في المعجون، وكان عندي شويه تاع البيستاش حمرته باش يجيني يعطيني بنه مليحه مقرمشه، وراني دبرت على راسي باش ما يبانوش باللي فونسي برك. فوالا فوالا كي يكون يخرج لك شويه فونسي يعني ما تحشي ما تقولي ما نورمال عادي، واحد نورمال صاغي تصرا، غطي له الوجه نتاعو بديكوراسيون مليحه وخلاص. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. راهم هادوك ثلاثه اللي راكم تشوفوا فيهم، نخدعت فيهم، خدعوني فيهم خونوا لي كي كان عاده ما دراري ولادي كان عندك كي كان عاده كنت خلعت في برد، راهم رفدوا لي الوجوه داولي لي الطبقات الفوقانيين. كيما راكم تشوفوا لصقتهم هكذا، وراني نعمر في الوسط في هذاك لو تخو، راني نعمر لي فراز. وهذا هي الوصفه نتاعنا تاع اليوم نتاع هذا لو سابلي اللي معشوق ما كانش دار، ما سورتو حنا في الجزائر ما شاء الله ما كانش دار تخطى هذا السابلي. فوالا كيما راكم تشوفوا راه وصفه سهله سريعه ناجحه 100% والنتيجه راهي قدامكم. وهذا التزيين العشوائي جا شباب. انا درت البيستاش، ماشي كاع ديروا البيستاش، انا كان عندي شويه تاع البيستاش، انت بغيتي ديري قوقاو، ديري اي حاجه، ديري نوات كوكو، تغطسي الوجه في الشوكولا بتاعنا كي يجيك شباب، يعني اي حاجه. المهم كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه، يجي اكثر من رائع، ويجي يذوب ذوبان، والحاجه الشابه يجي مقرمش وبنين حاجه راكو عارفين اللي تكون فيها الزبده البنه نتاعها واحده اخرى. فوالا هنا كنت نقسم فيه غير بشويه، كنت خايفه غير نزير يتكسر باسكو كان يتفتت، وكي دقته واش نقول لكم بنين ويقرمش علامه كامل. واش نقول لكم البنات، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا. ما تنسونيش باللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده والجميع يستفيد. نقول لكم السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.